عارف انك زهقت من برنامج الاكسل والوورد وكل شوية يطلب منك اشتراك وتفعيل للبرنامج. طب لو جبت لك الحل وقلت لك بقى ان في برنامج قوي جدا ويغنيك عن برامج مايكروسوفت اوفيس كلها ومجانا، اكيد مش هتصدقني غير لما تشوف البرامج دي بعينك. يلا بينا نشوف البرنامج ده يستحق ان احنا ننزله ونجربه ونستغنى عن برامج الاوفيس ولا لا. يلا بينا. اول حاجه هتعملها هتيجي تخش على موقع اسمه اونلي اوفيس. هتيجي تخش على الموقع اللي هو اونلي اوفيس، هتلاقي الواجهه بتاعه الموقع بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين الموقع بيدعم كل حاجه، بمعنى انت لو نزلت تحت شويه هتلاقيه شغال معاك على الاي او اس على الايفون، وهتلاقيه شغال على الاندرويد والتابلت طبعا، وعلى الويندوز واللينكس، يعني متوفر على كل النسخ. زي ما احنا شايفين تقدر برضو تنزله من مايكروسوفت ستور، مفيش مشكله، هتلاقيه متوفر معاك. وطبعا متوفر على الويندوز وعلى اللينكس وعلى الماك زي ما احنا شفنا كده او زي ما احنا شايفين كده. وتقدر ان انت تعمل حاجة كويسة جدا، تقدر ان انت تعمل لوجن للموقع وتستخدم البرنامج او تستخدم البرامج كلها من خلال الويب من غير ما تنزل اي حاجة. لو جيت عند موبايل كده هتلاقيه متوفر معاك اهو زي ما احنا شايفين، على هواوي كمان، وهتلاقيه على الاي او اس والاندرويد والجالاكسي ومتجر بلاي، يعني متوفر معاك على كل الاصدارات. فاحنا محتاجين لو احنا ويندوز ننزله، فهننزله ايه؟ هختار اللي هي النسخه الاي اكس اللي هي من اول بقى ويندوز 7 لحد 11. فهنيجي نختار الاي اكس كده بالشكل ده، اي اكس اي، هنضغط عليها ضغطه، هيبدا ان هو يعمل معانا داونلود زي ما احنا شايفين قدامنا. هنستناه طبعا لحد ما يحمل. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي البرنامج نزل معانا. نبدأ ان احنا نسطب البرنامج بتاعنا، نطلعه كده على الديسكتوب، ونبدأ ان احنا نسطب البرنامج. نضغط عليه دبل كليك هيبدأ يفتح معانا. ده طبعا شكل البرنامج. طبعا طريقة التسطيب سهلة جدا وعادية جدا. هنا تقدر تختار اللغة اللي انت عايزها، وبعد كده بتقول له اوكي، تقول له نيكست، وتعمل هنا اكسبت، وتقول له نيكست نيكست نيكست، وبعد كده انستول. هيبدأ ان هو يتسطب معانا وينزل البرنامج على الديسكتوب. بعد لما سطبنا البرنامج بيظهر معانا بالواجهة اللي احنا شايفينها دي، ودي واجهة البرنامج اللي احنا هنستخدمه. طبعا بيوفر لك اهو ملفات ان انت تفتح ملفات وورد واكسل والاكسس والباوربوينت والبي دي اف، نفس برامج الاوفيس بالظبط. تعالى كده نجرب نفتح ملف وورد. لو ضغطنا كده على الوورد هيبدأ يفتح معاك واجهة برنامج الوورد بالظبط زي ما احنا شايفين قدامنا. فتح معايا نفس برنامج او نفس الواجهة بتاعت برنامج الوورد. تعال نكبر كده، نفس كل حاجة، مفيش اي اختلاف بينها وبين الاوفيس، والفرق بس ان ده مجاني تماما مفيهوش اي اشتراك. لكن البرامج التانية طبعا زي ما احنا عارفين بتدفع فيها اشتراك. تعالى كده نكتب اي حاجة زي ما احنا شايفين كده. انا كتبت اهو، بيكتب عادي زي الوورد. تقدر بقى تغير اتجاه النص من ناحية الرايت تو ليفت مثلا، يبدأ يجيب لك هنا الناحية التانية. ممكن تكتب انجليزي برضو، هتلاقي الانجليزي نفس الوورد بالظبط، مفيش اي اختلاف. تقدر بقى تعدل وتعمل الوانك، نفس كل حاجة في الوورد تقريبا، مفيش اي اختلاف قدامنا. تقدر ان انت تعمل كل حاجة. تلاقي بقى تضيف صور في الانسيرت، وهتلاقي اللاي اوت، كل حاجة بالظبط زي برنامج الوورد. طب تعالى بقى عند نلغي كده ونبدأ ان احنا لو انا محتاج مثلا افتح ملف وورد جوه البرنامج، هلغي كده من فوق، هقول له نو، مش عايز احفظه، واقول له مثلا ايه، اوبن فايل، وابدا ان انا افتح مثلا اي فايل عندي للوورد مثلا، وليكن اهو ملف زي ده. زي ما احنا شايفين فتح معايا الملف نفس اللي موجود معايا بالظبط على الوورد. اقدر ان انا اعدل، اضيف صور، اعمل اللي انا عايزه. طيب تعالى نضغط كده كنترول بي ونشوف لو هيبقى فيه واجهة طباعة. زي ما احنا شايفين هتلاقي واجهة الطباعة اهي زي الوورد بالظبط. تقدر تظبط الطباعة بتاعتك، تظبط المقاسات، تظبط كل اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين، وتعمل برنت عادي جدا، او ان انت تعمله السيف بي دي اف. تعالى كده نعمل فايل، ونبدأ مثلا نعمل سيف از، ونختار هل في بي دي اف نقدر نعمله. او زي ما احنا شايفين هتلاقي ايه البي دي اف اهي. تقدر ان انت تعمل النسخة بي دي اف، يعني تقريبا مفيش اختلاف اصلا بينه وبين الوورد، غير في حتة الفلوس دي ان ده مجانا تماما ومش بيطلب منك تفعيلات ولا اي حاجة. طب تعالى كده نلغي الوورد ده ونجرب نفتح ملف اكسل، نضغط عليه ونشوف هيفتح لنا ملف اكسل ولا لا. زي ما احنا شايفين فتح معايا الملف الاكسل، نفس القوائم ونفس التابات، نفس كل حاجة جوه برنامج الاكسل اللي هو بتاع اوفيس. طبعا تقدر تستخدم المعادلات بتاعتك. تعالى كده نجرب نعمل اي حاجة ونشوف المعادلات موجودة ولا لا. نعمل يساوي، نقول له صم، نفس الكلام اهو زي ما احنا شايفين كل المعادلات متوفرة.
تقدر تحدد بياناتك وتقول له انتر يعمل اجمالي زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هل متاح فيه الدوال اللي هي الجديده؟ تعال نجرب كده اهو. هتلاقي الاكس لوك اب والاكس ماتش، يعني حتى كمان ضايف لك كل المعادلات الجديده اللي ممكن اصلا ما تلاقيهاش على عندك على الاصدار بتاع الاوفيس اللي موجود. فتقريبا نفس كل حاجه، نفس الانسرت، درو، لاي اوت، فورمولا، والداتا، كل حاجه موجوده في الاوفيس او في الاكسل اللي هناك اللي هو بتاع الاوفيس، هتلاقيه موجود جوه البرنامج ده. تعال كده نفتح اي ملف اكسل ونشوف هيفتح معانا ولا لا. نعمل كده اوبن براوز ونبدا نختار مكان للملف مثلا زي ده. زي ما احنا شايفين فتح معايا ملف حتى اللغة العربية مظبوطة والدنيا تمام. تقدر بقى ايه ان انت تتحكم في الملف عادي جدا وتكتب اللي انت عايزه وتغير في اي حاجة انت عايزها. تقريبا نفس كل حاجة متوفرة، مفيش اي اختلاف لحد دلوقتي قابلناه واحنا بنستخدم البرنامج. زي ما احنا شايفين كده كمان تقدر ان انت تعمل شيتس تحت اهي. تقدر ان انت تعمل اكتر من شيت وتتنقل فيه زي مايكروسوفت. ادي الشيت 1 والشيت 2 زي ما احنا شايفينه قدامنا. تقدر ان انت تضيف اكتر من شيت، مفيش اي مشكلة اهو. 1 2 3 هتلاقي كل الشيتات موجودة عندك. تقدر مثلا تعالى كده ناخد كوبي من البيانات دي، كليك يمين كوبي، ونيجي مثلا في الشيت هنا كده نعمل بيست ونشوف عمل بيست معانا. ممكن بقى ان احنا نحدد الكلام ده كله. نيجي مثلا عند انسيرت كده ونعمل تشارت. تعال كده نجرب نعمل تشارت ونشوف هيعمل معانا اهو. نختار مثلا الشكل ده هيعمل معانا تشارت زي ما احنا شايفينه قدامنا. تعال نلغي بقى الملف ده كده ونيجي عند الهوم. هنيجي عند الباوربوينت، اضغط كده ضغطة هيبدأ يدخلك على الباوربوينت. نفس الواجهة بالظبط زي ما احنا شايفين كده بتاعة الباوربوينت ونفس السلايدز وكل حاجة. انسيرت وتقدر تضيف سلايدز زي ما انت حابب، وتقدر برضو تعدل على اي حاجة انت عايزها. الجامد بقى في البرنامج ده نخرج كده من الباوربوينت ونيجي عند بي دي اف. تقدر تعمل ملف بي دي اف، بمعنى ان انت تقدر تعمل ملف بي دي اف وتحفظه بصيغه البي دي اف زي ما احنا شايفين قدامنا كده. انت بتعمل ملف بي دي اف اهو زي ادوبي بي دي اف بالظبط. تقدر تعمل كل اللي انت عايزه وتظبط الملف بتاعك وتحفظه على صيغه بي دي اف على طول، من غير مثلا ما تكتبه على الوورد او الاكسل وتبدا ان انت تحوله لبي دي اف. فهنا هيتحول معاك لبي دي اف، يعني ايا كان الكلام اللي هتكتبه ممكن حتى تاخده كوبي بيست من اي ملف وورد وتيجي هنا تحطه بيست وتبدا تظبط الملف بتاعك وتحفظه على شكل بي دي اف. ودي ميزه جميله جدا داخل البرنامج. ايه تاني ممكن البرنامج يعمله؟ تقدر ان انت تعمل بقى ايه فايل وتعمل اوبن لاي ملف انت عايزه عندك. وليكن مثلا تعالى نجيب نموذج زي ده كده نبدأ نفتحه. زي ما احنا شايفين فتح معانا. تقدر بقى تعمل edit PDF وتقدر تعدل على كل حاجة جوه ملف البي دي اف زي ما احنا شايفين قدامنا كده بكل سهولة. طبعا ميزة جامدة جدا وقوية جدا في البرنامج، خصوصا ان البرنامج ده مجاني تماما ما فيهوش اي اشتراكات زي ما قلنا في الاول. وطبعا هتلاقي البرنامج بقى فاتح لك فوق تابات كتير جدا تقدر تعتمد عليها في تعديل الملف اللي معاك. طبعا قوية جدا، موفر لك تقريبا كل حاجة انت هتحتاجها علشان تعدل على الملف بتاعك. نيجي بقى الحاجة الجامدة جدا اللي كل الناس هتعجبها. الموضوع ده انفرع عليك كتير، اللي هي الاي اي ايجنت. تقدر تربط البرنامج بالاي اي مجانا. وعلشان نعمل الموضوع ده هتحتاج ان انت تربط الاي اي بتاعك بالبرنامج. فهنخش على اي اي ايجنت ونبدأ نيجي عند كونكت بالشكل ده، وبعد كده نقول له اد. هنا بقى تقدر تختار الاي اي اللي انت عايزه. زي ما احنا شايفين هتلاقي اوبن اي اي اللي هي شات جي بي تي، هتلاقي انثروبيك، هتلاقي اكتر من حاجه، هتلاقي جوجل اي اي، هتلاقي ديب سيك زي ما احنا شايفين قدامنا كلنا طبعا عارفين ديب سيك. هتلاقي معظم ادوات الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنربط او هستخدم جوجل اي اي. فهبدا ان انا اختار جوجل اي اي، وفي النيم طبعا هكتب هنا كده جوجل اي اي. وبعد كده هاجي اجيب الاي بي اي كي. هتيجي عند الموقع بالشكل ده وهتلاقي شكل المفتاح زي ما احنا شايفين قدامنا، هتلاقيه تحت هنا اهو. هتضغط عليه ضغطه يبدا يدخلك على الاي بي اي كي. بعد كده انا كنت عامل اصلا اي بي اي قبل كده، فهبدا ان انا اخده كوبي. لو انت مش عامل هتيجي عند كرييت اي بي اي هيبدا يعمل لك اي بي اي جديد. بعد كده هاجي عند الملف بتاعي تاني وابدا ان انا اعمل بيست للاي بي اي واقول له اد بالشكل ده. بس كده زي ما احنا شايفين هو اتربط معاك. تعالى بقى نبدا نستخدم الاي اي جوه البرنامج. هنضغط كده على الشكل ده يبدا يجيب لك شكل الشات زي ما احنا شايفين قدامنا جيميناي 3 فلاش. تقدر بقى تكتب له المقال او الحاجه اللي انت عايزها. اكتب مثلا مقال عن الذكاء الاصطناعي وابدا ان انت ايه
ابعته الشات يبدأ يكتب لك مقال كامل عن الذكاء الاصطناعي. وهو بيكتب كده بقى احنا نيجي نعمل ملف وورد عشان يفتح معانا. نرجع تاني زي ما احنا شايفين كده، هيكتب لك اهو مقال عن الذكاء الاصطناعي. مثلا اقول له اكتب مقال مكون من مثلا 1000 كلمة مثلا، ونبعته له ونشوف هيعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده بدأ يكتب المقال زي ما احنا بعتنا له بالظبط. هنستناه لما يخلص ونبدأ ناخد المقال كده كوبي من تحت هنا، ونيجي عند ملف الوورد نعمل بيست زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ ان احنا نعدل عليه. تقدر تغير اتجاه النص من هنا كده اهو، وتبدأ ان انت ايه تعدل على الملف بتاعك بقى، وتنسق وتحط الوانك وتظبط الدنيا. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو عندك اي استفسار سيب لي كومنت وهرد عليك فورا. والسلام عليكم.